السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله بخير. يسعد لي كل أوقاتكن يا رب، يسعد لي مساكن، يسعد لي صباحكن إذا كنتوا عم بتشوفوني الصبح. رمضان كريم علينا وعليكن يا رب. رح شارك معكم اليوم هيك تنظيفات خفيفة نظيفة، بس بدنا ننظف شوي مشان نعلق الزينة مشان رمضان. هيك حتى نعمل أجواء آه، تريح نفسيتنا وتريح نفسية أولادنا. عم فرجيكن هون بدي أمسح الكنبايات وأمسح كمان الصوفايات. حطيت مسحوق الغسيل أو حطيت أومو وكمان مي سخنة، وكمان رح أحط هذا الصابون، صابون سائل كتير كتير منيح. كمان هذا للأبيض، هو للغسيل بس كمان بينفع للسجاد، وكمان بينفع لغسيل البرادي، لأي شي بيخليه عم يضوي ضوي. هلأ هيك بعد ما حطيتهم هيك بمي سخنة بمي دافية، وكمان لازم تكون الخرقة أو الممسحة لازم تكون كمان طرية لحتى تحسني تشتغلي فيها. هلأ هيك عم فرجيكم كيف رح أمسح. صلي زمان ما مسحتهم صراحة، كانت ايدي عم تجعني، ماني حاسنة يعني امسح ولا اعمل شي، فاندعكوا كتير وهيك. ما صدقت على الله ايمتى هيك شوي ايدي تخف لحتى امسحهم ونظف هيك. يعني بما انه جايين على رمضان ما راح نحسن نعمل شي واحنا صايمين. هيك حبيت شارك معكم روتين يعني خفيف هيك قبل التزيين. هذا الفيديو تقريبا مصورته أنا على يومين، يوم تنظيف ويوم زينة. يعني باختصار إنه بيوم واحد يعني ما فيني أعمل كل شي بيوم واحد، فصورته معكم على يومين. طبعا كنت عم صور بإيد وعم بشتغل بالإيد التانية، لأنه إيدي التانية عم تجعني، فالحمد لله يعني الحمد لله الشكر لله يعني. إيدي اليمين سليمة ما فيها شي، فعم صور باليسار وعم بشتغل باليمين. الحمد لله على كل حال يعني. إن شاء الله هيك يا رب رمضان كريم عليكم وعلى أحبابكم يا رب. شو بدنا نعمل يعني هيك، إحنا حال الأمهات كمان يعني مرض غير مرض. بدنا نشتغل يعني، ما في حدا، الواحد حدا يعني هيك يوقف جنبه أو حدا يساعده بهالغربة. اليوم كمان رح أوجه كمان رسالة تهنئة ومباركات لكل الأمهات. بوجه كمان رحمة لروح كل أم توفت. إن شاء الله هيك يا رب يتغمدن برحمتهم يا رب، ويجعل مثواهن الجنة يا رب. وإن شاء الله هيك يا رب الله يخلي لي أمي، وإن شاء الله هيك الله يطول بعمرها يا رب، ويخلي لكم أمهاتكم، وإن شاء الله هيك يضلوا دائما بخير وسلامة يا رب. هلأ هيك متل ما قلت لكم عم بمسح. وهذا القماش صراحة كتير كتير يعني مريح بالمسح، مخمل يعني بسرعة ينمسح متل ما لكم شايفين. حتى السائل والممسحة كمان اللي أنا عم بمسح فيها يعني كله هذا ساعدني إنه صاروا يضوا ضوي بعدين يعني بكل رياحة. هيك حبيت شارك معكم. أنا مسحتهم هيك كلياتهم، وكمان كنت ماسحة هذا الشباك عندي، هذا الحيط كله هيك على البلكون لبرا، هذا كله مسحته. وكمان هلأ رح نزل البرادي، وحاطة كمان برادي يعني أنا مثل ما لكم شايفين بيتي كله برادي، كله شبابيك. في عندي حيط كله هذا كله بلكون، كله بلور. هذا كله مسحته ونظفته كمان، ما شاركته معكم لأنه آه، يعني صورت بس مسحت كل شي. كل شي بده مسح، كل شي بده قطش، يعني كله كنت مبينة يعني. فقلت يلا
بلا ما يطول كمان الفيديو، هون عم فرجيكم انه انا غسلت البرادي. هلا بدي اعلقهم دغري، ما رح خليهم لينشفوا. هن متل ما لكم شايفين هن شيفون بينشفوا دغري، وكمان لحتى تضل ريحتهم معبية الصالون، وريحتهم كتير كتير كمان منعشة. حطيت لهم كمان مسحوق اومو، وكمان حطيت مكعب الجلاية كمان، بتخلي كمان البرادي كتير منيحة. يعني أنا هاي الطريقة أخدتها من عند الأتراك، إنه بيحطوا مكعب من المسحوق تبع الجلاي مع البرادي، فبيصيروا عم يضووا ضوي. هيك كمان عم فرجيكم إنه حطيت الموكيتات بعد ما مسحتهم، كمان حطيتهم برا لحتى ينشفوا هيك. وهلأ هيك علقت كمان هدول البرادي دغري. أول ما طلعوا دغري علقتن. هدول كمان راح أعلقن على الحيط التاني. يعني بهذا اليوم أنا غسلت تقريبا شي 4 دورات. هي الغسالة شغالة طوال ما أنا عم بمسح وعم نظف البيت، وهي الغسالة شغالة. بس برادي، يعني متل ما لكم شايفين البيت كله برادي. يعني هون مثلا هون عندي حيط للمطبخ، شباك وباب، وهون كمان عندي غرفة النوم كمان وباب، في كمان عليها برداي، والجهة التانية كمان المطبخ كمان برداي. يعني البيت كله برادي. هلا هيك متل ما لكم شايفين عم بمسح. طبعا ضلت علي هاي الصوفاي اللي بالنص، هي هاي نظيفة، أنا مسحتها وكمان مغطيتها. يعني حطيت لها كفر مشان تضل نظيفة. يعني أنا مسحتها من كم يوم، انكب عليها حليب، فمسحتها مسحة منيحة، ورجعت غطيتها مشان تضل نظيفة، مشان ما ترجع تعذبني كمان وارجع عيد عليها. هلا هيك متل ما نكون شايفين مسحت الأرض، ورجعت كل شي مكانه. هلأ راح امسح كمان تحت الصفرة. الحمد لله، يعني الحمد لله، الشكر لله. كل شغلي تقريبا كان شبه ايد واحدة، لانه ايدي كانت كتير عم تجعني، فما يعني ما حبيت انه يمرق علي رمضان وانا ماني منظفة. كمان انه رمضان تعب وسهر وهيك، فقلت لا خليني الله المستعان، يعني خليني هيك على مهلي. نظفت البيت، يعني ضليت كم يوم وأنا هيك عم نظف. يعني متل ما بتعرفوا أنا ما عندي حدا يساعدني بالبيت، فاعتمدت على نفسي وقلت يلا خليني أقوم وبلش تنظيفات وهيك، فرح أولادي وفرح بيتي. من زمان الفرح ما فات لبيتنا من هالأوضاع ومن هالنفسية. الواحد نفسيا تعبان، ووضع الدنيا كلها تعب بتعب. فقلنا يلا بما انه اجانا مناسبة هيك، مناسبة مباركة، يعني خلينا نحتفل هيك فيها ونزين ونعمل أجواء لأولادنا ونفرحهم بهذا الشهر الفضيل. إن شاء الله هيك يا رب. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. إن شاء الله هيك ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. هلأ هيك رجعت تقريبا كل شي مسحت وراه، رجعتهم.
التاني طلعت كل شي كان عندي زينة رمضان من السنة الماضية، طلعتها شو في عندي ومسحتها هيك ونظفتها، وهلأ بدي شوف كيف بدي ارتبهم. هلأ هي عم فرجيكم، هي بدي احط فيها التمر، وهذا هون عندي الشمعدان كمان، وهدول كمان الشمعتين كمان لونهم هيك على بيج، بيعطوا هيك لمعة وشكلهم كتير حلو كمان. وهون كمان عندي هدول 3 شمعات، هدول كمان من السنة الماضية. يعني الحمد لله عندي شغلات من السنة الماضية، لأنه كل هاي الشغلات كتير غليانة هاي السنة مع غلاء الأسعار. يعني اللي عنده شغلات من هديك السنة استفاد، وكتير كمان لقاهن، لأنه كتير الأسعار صارت بالنار. يعني سبحان الله، يعني من سنة لهاي السنة كان كل شي تغير. هذا الهلال كمان أنا عاملته معكم هديك السنة، عملته. إذا بتحبوا كمان فوتوا على القناة وشوفوا كيف أنا عملته. صراحة كان كتير حلو وانبسطت فيه كتير. وشوفوا كمان كيف شكله هيك. وكمان عندي هذا الهلال على شكل جامع كمان بيضوي كمان، هذا عندي من السنة الماضية. وهدول كمان الأطباق كمان جايين كمان مكتوب عليهم رمضان كريم. كمان هدول كنت حط عليهم كاسة المي وحبات التمر، وكنت حطهم كمان على الصف. كمان عندي هذا الفانوس الخشبي كمان كان لونه خشبي، أنا عدلت عليه وعملت له هيك شوي. يعني هو صراحة كنت بدي أرميه، يعني بعدين قلت هلا علقت هذا حبل الإضاءة، علقته هون. ما صورت معكم لأنه صراحة علق لي هون ابني. هون كمان عملت هذا الحيط هيك. حبيت هذا رمضان يكون أكتر شي اعتمادي على الإضاءة برمضان. إنه حبيت يكون بس هيك أضوية، يعني بس أكتر من إنه يكون فوانيس وهالشغلات هاي. كمان عملت هون هذا المكان، كمان حطيت حبل إضاءة هون بهاي الجهة، وحبيت أخلي كمان الصدر فاضي هيك بحيث إنه ما يكون معجوق هيك بهاي الطريقة، هيك إنه الزاويتين هدول يكونوا نفس الشكل هيك بهاي الطريقة. وفي هون كمان علقت هدول فوق هيك.
هلا هيك مثل ما لكم شايفين حطيت هون شوفي عندي هون ديكورات، حطيت الهلال هون. انتو شايفين انه كل شي عندي بالبيت ذهبي لانه فرشي هيك بيناسبه. الصفايات او الكنبايات فيهم خط ذهبي فلازم يكون كل شي عندي ذهبي. كمان هون عندي الطاولة كمان فيها ذهبي، ما حبيت حط لها مفرش، يعني في عندي مفرش هيك صغير بس حبيت اني يعني هيك خلي جمال الطاولة هي او لونها يكون متناسق مع الذهبي اكتر. فكمان حطيت هاي الصينية وحطيت فيها المبخرة، وكمان حطيت الشمعدان. وهلا رح ركب الشمعات فيها مثل ما لكم شايفين هيك. ما بعرف يعني ممكن يعني الديكورات تتغير من كل ساعة لكل ساعة. تعرفوا انتو التنسيقات شي صعب يعني، مرات تشيلوا من هون وتحطوا من هون هيك يعني. هلا رح احط كمان تبع المناديل او تبع المحارم رح احطها هيك بهذا الشكل. هدول عندي تنتين منن، وحدة رح احطها على طاولة السفرة، والتانية رح خليها هون على هاي الطاولة. كمان رح احط هدول بهاي الطريقة هيك. وراح كمان هلأ علبة التمر كمان رح احط فيها التمر، ولحتى تكون صحية أكتر لأنه هاي المادة اللي مطلية فيها هذا الذهبي ممكن يكون يعني يتفاعل مع المواد الغذائية، فلازم نحط كيس نايلو أو ورق زبدة يعني منه عازلة منه مشان يضل التمر طري كمان ما ياخد هواء وينشف. عندي هلأ هدول اكسسوار، هذا طوق يعني. عندي منهم اثنين، رح احط واحد هيك اكسر اللون الاصفر بشوي هيك عملت حركة يعني. وصار طلع عندي اللون كتير حلو. كمان هون الوردات ما عرفت وين بدي اروح فيها، لساته الجو بارد يعني. كنت مفكرة اني احطهم برا بالبلكون وحط الزينة عليها، بس قلت لا الوردات هيك رح يموتوا من البرد، فحطيت هيك الفانوس الخشبي عليهم. كمان هون عندي الطاولة كمان ما حبيت احط لها مفرش، حبيت ابرز هدول المفارش. هدول عندي منهم 6 انا، فما رح احط ال6، رح احط ال3 منهم هيك واعملهم موديل. كمان لأنه جربت حطيت مفرش فما بينوا ما بين جمالهم يعني، فاضطريت اني اشيل المفرش وحطيتهم على اللون البني هيك برز جمالهم اكتر. وكمان رح احط علبة المناديل. وهاي كمان العلبة التانية كمان حطيتها هيك مثل ما لكم شايفين بهاي الطريقة. يعني شوية تنسيق شوية حركات يعني. اكيد وقت بدنا نحط الاكل اكيد هذا كله رح ينشال يعني. هاي التانية كمان اكسسوار كمان حطيتها هيك كمان طلع كتير حلو لما ضفناه هيك على الذهبي. هلأ جبت هذا المفرش قلت لحتى جرب هيك شوف هاي الطاولة بدها مفرش بشكل دائري، أنا ما عندي يعني كل اللي عندي هيك شكلهم يا بيضاوي يا مستطيل. فجربت هيك حطيته تحت الصينية يعني قلت يعني حلو لا بأس عليه يعني، خليته ما شلته. كمان هلأ رح لبس هدول المخدات اللي جبتهم. ما جبت غير تنتين، رح هيك اعملهم هيك ديكور، وكمان رح لبسهم واعملهم بهذا الشكل. هون كمان حطيت المخدات، وعندي هذا المفرش ما حبيت حطه على الطاولة، كمان حبيت هيك شكله كمان
على الكنبة هيك حبيت شكله أكتر هيك كان اللون كتير مناسب للصوفاي ما حبيت حطه على 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 الطاولة اللي بالنص لأنه حسيته إنه هو بدها هي آه، بدها كفر يعني يكون دائري ما بدها كفر يكون مستطيل فحبيت هيك شكله كمان طلع شكله كتير حلو بهاي الطريقة هيك وطبعا نحن دائما متقلبين مرات بتشوفي الغرض هون حلو مرات بتغيري مكانه يعني بس يعني هاي التنسيقات الأولية يعني أكيد بعدين كيف بترتاحي أو كيف ترتاح ست البيت بالتنسيقات هي بتخلي على مثل ما بتحبي كمان هون عندي هاي هيك الكفر هاي بحطه على الصوفة هاي كمان حماية هيك حطيت هيك هذا الموديل حبيت هيك اكسر اللون البيج وكمان حطيت المخدة هاي هيك الصغيرة مثل ما لكم شايفين هيك صار الشكل كمان كتير حلو ومثل ما قلت لكم اعتمدت اكتر شي بالزينة على الإضاءة لأنه هيك بيعطي شوية فرح وبيعطي كمان شوية هدوء للأعصاب شوية هيك أمل يعني الأضوية كتير حلوة بس تعتمدي بالزينة على الألوان أو على الأضوية كمان بتريح النفسية كتير مثل ما لكم شايفين هيك هذا الشكل النهائي وهلأ هيك متل ما لكم شايفين عملت تنسيق حلو بالألوان ما حبيت يكون في ألوان خارجة عن المألوف يعني هدول الألوان هيك حسيت إنه بيلبقوا لبعض هلأ راح نشغل هيك الأجواء اللي هيك اللي بتعطي راحة نفسية وبتعطي كمان هيك هدوء ويا سلام ريحة النظافة على ريحة البخور هلأ يعني هيك النفسية اكتملت وكل شي هيك صار حلو وإن شاء الله هيك يا رب تنسيقاتي بتكون عجبتكم وإذا عندكم هيك شي ملاحظات اكتبوا لي قولوا لي إذا كان في هيك عندكم رأي تاني لتنسيقاتي أو إذا عجبتكم كمان اكتبوا لي بالتعليقات إذا كان هيك كل شي تمام ومعي حق إنه أنا مثلا ما غير بالألوان ما أضيف شغلات تانية إلا هدول الألوان هيك كانوا كتير كتير لابقين لبعض ومتناسقين يعني شوفوا كيف راحة نفسية عن جد هلا هيك عم فرجيكم الطاولة إنه كمان فينا نعملها موديل وفينا كمان نعملها
طاولة تانية، هدول 4 أرباع هيك فينا نعملهم كمان شكل دائري، وكمان يصيروا طاولة تانية. بس أنا ما حبيت، يعني قلت بس واحد بده ترابيزة هيك بياخدها، وهيك يعني بنحطه بشكل زاوية، وشكلهم هيك كمان كتير حلو. وأنا هيك مثل ما لكم شايفين حاطة كمان حماية للطاولة، لأنه هي أزاز. أنا حاطط لها بلاستيك ضد الحرارة وضد الكسر مشان أحميها من أي شي مثلا ينزل عليها أو يطب عليها شي كاسة أو تنكسر أو شي. فأنا حاطة عليها بلاستيك، ولا هي كمان لونها لسه كمان حلو كتير أحلى من هيك. بس ما حبيت شيله، حبيت خليه. هلأ هيك رح فرجيكم الأجواء بعد ما طفيت ضو الصالون. شوفوا كيف كمان هيك صارت الأجواء كتير حلوة. وهلأ عملت فنجان قهوة وبدي هيك استمتع بتعبي بعد عناء طويل تنظيف وترتيب. وراح هيك نستقبل الشهر الكريم إن شاء الله. هيك ربنا يعيننا ويعينكم آه، على الصلاة والصيام والقيام والقرآن. وإن شاء الله هيك يا رب نحسن نختم رمضان بكل الحسنات، ونختم رمضان بنفس طيبة وبدعاء هيك يكون بيشملك وبيشمل أهلك وعيلتك وبيشمل كل الناس. إن شاء الله هيك يا رب يكون رمضان طاقة فرج لكل شي متضايق، ولكل حدا محتاج دعاء. إن شاء الله يا رب هيك تنالوا كل شي بنفسكن وكل شي ببالكن. إن شاء الله هيك يا رب ما أكون طولت عليكم. يعني أنا بعرف إنه الفيديو كتير طويل، بس ما حبيت نزل فيديوهين، حبيت أدمجهم فيديو واحد. وإذا كنتوا هيك مالكن مشتركين بالقناة يا ريت تشتركوا. أنا عم يطلع عندي بالإحصائيات إنه الناس اللي عم بيشاهدوني أغلبهم مالن مشتركين. يا ريت إذا كنتوا مالكن مشتركين يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس لحتى تشوفوا فيديوهاتي أول بأول. إن شاء الله هيك برمضان رح ننزل فيديوهات إن شاء الله ما عاد ننقطع يا رب. شوي يعني أنا تعبانة شوي، بس بدي هيك أطلع من الحالة اللي أنا فيها. وإن شاء الله هيك يا رب أكون عند حسن ظنكم، ونرجع إن شاء الله هيك نشتغل على القناة. وشكرا لمحبتكم، وشكرا للي كان عم يسأل عني، وشكرا لدعائكم. بحبكن كتير. وإن شاء الله هيك يا رب رمضان كريم علينا وعليكم. وانتظرونا بالفيديوهات الجاي. وإن شاء الله هيك يا رب رمضان كريم علينا وعليكم. وإن شاء الله كل أم وهي بألف خير يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.